مثلت وهي عندها 4 سنوات. لاحظوا فيها موهبة الفن والرقص والاستعراض وهي عندها 4 سنوات، بحكم ان اختها الطفلة المعجزة فيروز واختها ميرفت. لكن كلنا عارفين ان فيروز كانت مشهورة في الوقت ده، بيقولوا عليها الطفلة المعجزة. نفسها تمثل شخصية تاريخية بتقول عليها ان هي شبهها قوي قوي قوي. طلعوا عليها ان هي بتتنازل عن الاجر كله او شبه جزء من الاجر في سبيل انها تتصدر اي فيلم سينمائي. وكمان هي طلعت وقالت انا غير راضية عن اعمال كتيرة قوي في سبيل ان انا بس ابقى متواجدة على الساحة الفنية من كتر حبي وعشقي للعمل، وعشان الناس ما تنسانيش من ذاكرتها وافضل في ذاكرة الناس كمان، لازم عملت اعمال انا غير راضية عنها، وده من حبي وعشقي للفن. اي فن، اي عمل سينمائي كانت لازم يطغى عليه الاستعراض. ما كانتش بتطلع اي رمضان لازم فوازيرها تكون موجودة، وكلنا بنتلم كنا علشان نتفرج على فوازيرها الجميلة اللي كانت لا تخلو من الجمال، وازاي كانت موهوبة من صنعومة اظافرها. الفنانة الكبيرة الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال، واهم حاجة راحة البال والصحة والستر، يا رب دايما اهم حاجة. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارحم أختي وارحم أخي، اللهم ارحم أبي وأمي وارحم جميع أمواتنا المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، اللهم اشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقما أبدا. يا رب كل حد في نفسه في حاجة، يا رب يا رب ينولها ويتمناها إن شاء الله ربنا يديها له. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا على الكومنتات والتعليقات الجميلة، انكم فعلا عيلة محترمة. شكرا انكم فضلتم في حياتي ودمتم في حياتي. متشكرة قوي على حبايبي اللي جم ونوروني وعيلتي اللي معايا. وفضلا وليس امرا لايك اتمنى منكم، واتمنى اللي ما جاش نورني في القناة فضلا وليس امرا يجي وينورني في القناة، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر فضلا وليس امرا. زي ما قلت لكم النهارده هنتكلم عن الفنانة الجميلة نيلي، الفنانة العظيمة نيلي. وقلت لكم ان هي منذ نعومة أظافرها وهي عندها 4 سنوات ابتدت الفن. الفنانة الكبيرة نيلي اسمها نيلي ساركس أرتيان كالفيان، وهي من مواليد 3 يناير 1949 محافظة القاهرة، لكن هي من أصول أرمنية. وهي بنت عم، يعني تقول للبلبة هي بنت عمتي. الفنانة الكبيرة لبلبة معروفة. الفنانة الكبيرة نيلي زي ما قلت لكم كان دمها الفن. فعايزة اقول لكم ان هي اول بعد زي ما قلت لكم بقى ابتدت كان في فيلم الحرباء، فيلم الحرمان سنة 1953، وكانت عندها 4 سنين. وبعد كده مثلت عصافير الجنة، كان مع أختها ميرفت وأختها الطفلة المعجزة فيروز. وبرضو الحرمان كانت طالعة أخته صغيرة، يعني كانت طالعة بدور أختها، هي أختها فيروز بس وهي صغيرة. وبعدين ابتدت بقى تتجه للإذاعة، ولما راحت الإذاعة اشتغلت في الإذاعة شيء من العذاب والرمال الناعمة. وكان ليها بعد كده الأعداد، كان ليها أكتر من 118 عمل، وليها العديد والعديد من الأعمال سواء من التلفزيون أو المسرح أو الإذاعة أو السينما. وبتقول إن هي زي ما قلت لكم حاولت تتواجد بس علشان هي عايزة تكون موجودة والناس ما تنساهاش من ذاكرتها، وتبقى موجودة لأن الدم في دمها الفن. ومن ضمن الأعمال اللي عملتها المراهقة الصغيرة، المراهقتان، الغول، العذاب امرأة. وكمان عملت برضو كمان العديد من المسلسلات زي برديس، وزي قصائص ورق، وزي هذا حبيب الذي لا أعرفه. يعني عملت أفلام كتير برضو. وبرضو صباح الخير يا زوجاتي العزيزة. وطبعا اوعوا تنسوا فوازير رمضان اللي كلنا من كلنا
أول ما نفطر نستنى فوازيرها، ومنها صندوق الدنيا، عروستي، أم العريف. وكمان من الحاجات اللي عملتها صورة وفزورة، صورة وثلاث صور. وكمان عملت كتير قوي يعني الفوازير بتاعتها كتير جدا جدا، وكلنا عارفين ان هي كانت مشهورة بيها جدا. الفنانة الكبيرة نيلي بتقول كان ليها موقف حصل لها اني في مشوارها، خلال مشوارها الفني، بتقول ان كان في بطل معاها، وطلع عليا ان انا بتنازل عن اجري او شبه اجري. ليه اتنازل عن اجري او شبه اجري كله علشان افيش فيلم؟ لا، احنا نتفق على حاجة، نوصل ليها لطريق نتفق عليه، اننا كلنا نبقى مثلا بحيث ان احنا يعني زي ما نقول كده في افيش الفيلم بنتبادل، مثلا اللي مره يتحط اسمها الاول، مره الاسم التاني بتاع البطل التاني يتحط الاول. وليه هعمل كده وعشان ايه اعمل كده؟ وبتقول ان فعلا حصل موقف ليها في فيلم، ان في بطل بعد ما وصلوا لنص المشاهد وعملوا التابلو والديكورات وكل حاجه، اشترط ان هي اسمه يبقى قبل اسمها، وقالت لهم خلاص عايزين تغيروني غيروني. المخرج الكبير سمير سيف قال لها لا، ليه نغيرك انت؟ ليه نغير البطل؟ قالت له لا، غيروني انا. بتقول لما قلت كده المخرج الكبير سمير سيف قال لا، لا يمكن. وبالفعل جاب الفنان الكبير عادل امام. وبتقول انا عايزه اقول لعادل امام الفنان العظيم الجميل ده قد ايه البني ادم ده جميل جدا، وجه رغم ان هو عنده في الوقت ده كان ما شاء الله، بتقول هو لازال وما زال وهيفضل طول عمره هو طبعا الزعيم. بتقول ان هو كان عنده 4 افلام ومش فاضي، يعني بتقول ان لدرجة ما كانش فاضي يهرش، وان هو جه الفيلم ده عشان هو قال لي انت البطلة بتاعت الفيلم دوت، انت بطلته وجه عشان يبقى معايا. تخيلوا الفنان الكبير الزعيم عادل امام قد ايه بتقول البني ادم ده جميل رغم ان هو مش فاضي وعنده شغل كتير. بتقول ان هي كمان عايزة انها بتقول انا بحب جدا، عايزة اعمل شخصية تاريخية وهي شخصية نفرتيتي. انا حاسة ان ملامحي ورقبتي طويلة زيها. بتقول وليه اتنازل عن اجري او شبه اجري؟ ليه اوصل لحلول. وعايزة اقول لكم ان هي كمان بتقول ان انا بحب الفن من ضمن الحاجات اللي بتحبها. إيه يعني من ضمن مشوارها الفني ان هي تزوجت الفنان المخرج الكبير حسام الدين مصطفى. فطبعا لما اتجوزته اهلها وابوها اعترض. لما والدها اعترض بتقول انا رغم فرق عشان فرق السن لكن تزوجته. ولما تزوجته لقيته ان هو عايزني اعتزل الفن واتفرغ للبيت، وان انا فرض عليا القيود وضايقني وغيرته والكلام ده كله، وانا تم الانفصال. تزوجت من مودي الامام، الملحن مودي الامام، أو اخو حسين الامام زي ما انتم عارفين. برضو لم يدم الفن كتير عشان الزيجة يعني كانت مدتها قصيرة جدا بسبب برضو حبها للفن. بتقول خدت قرار ان انا ما اتجوزش الا خارج الوسط الفني. وبالفعل لما هي تزوجت خارج الوسط الفني ابتدت ان هي اتجوزت رجل الاعمال المصري خالد بركات، واعتزلت الفن عشانه وراحت مدينة من مدن بريطانيا. ولما راحت حست ان هي اتضايقت قوي وحست ان الفن في دمها، فقررت وتم الانفصال ورجعت لمصر تاني. لما رجعت لمصر تاني ابتدت بقى ان هي تزوجت برضو المرة الرابعة من المنتج ورجل الأعمال عادل حسني، برضو بسبب عايزها تعتزل الفن فسابته. الفنانة الكبيرة نيلي حصل موقف، على مش عارفة بقى ده موقف طريف ولا ايه. الفنان الكبير المشهور سمير صبري قال لها انا بكل الشروط اللي انت عايزاها، ولو عايزه ايه مهر ايه انا مستعد اجي واجيب ابويا والبيت، بس انت توافقي. قالت له استنى لما اجيب صينيه والكوبايات وتعالى تعالى اخطبني. مش عارفه دي بقى هل هي مسحه او ايه. هو تقريبا هي بتضحك، وكان موقف يعني بينهم وبين بعض، يعني زي ما بيقولوا ايه بيضحكوا مع بعض. هي دي حكايه الفنانه الكبيره
نيلي، ومن صنعومة أظافرها، وهي ايه سبب ان هي مثلت عن اعمال غير راضية عنها، واشاعة ان هي بتتنازل عن اجرها، وايه اللي حصل، ومين اللي نازجتها ومشوارها الفني واعمالها، وبسبب الفن كانت دايما تفضل الفن على حياتها الشخصية، وايه حكاية المخرج، وايه حكاية الفنان المشهور اللي طلب ايديها على الهوا، وأدام عليها الصحة يا رب العالمين. حبايبي عدتوا ناسي، فضلا وليس امرا، لايك وسبسكرايب في القناه. اوعوا تنسوا تصلوا على حبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عدتوا ناسي، شكرا جدا من القلب.